الإمام محمد بن سيرين تسمعوا عنه؟ ده كان عالم في الحديث. انتوا اللي قلتوا عليه بتاع احلام، هو مش عارف القصه دي اصلا. ده محمد بن سيرين كان بتاع حديث اصلا، وبيجمع الاحاديث وبيحفظ الاحاديث. حفظ 40 حديث، رجع بيته بيخبط الباب، بنته فتحت قالت له يا ابتي لقد نفد الدقيق، قال الحديث اللي في دماغي طارت. شوف سبحان الله، يأثر على الذاكرة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لازم تكتب على طول، تكتب. وقالوا كل علم ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. وانا عايز اقول لك على حاجه وما تقولش لحد. مصر تعرف، الدول العربيه مع ظهور التوقيت طبعا، وكل واحد بيقول للثاني وما تقولش لحد. ومثل لو الله عرفت وبرضه يقول لك ما تقولش لحد. زي كلمتني ست مش كده؟ صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فالامام مالك شاف نبوغ الشافعي، فقال له ايه ده انا بشرح وانت بتلعب؟ قال له لا ده انا كنت بكتب. قال له بتكتب؟ طب قول لي اخر حديث انا قلته اللي هو الحديث ال40. فقال له لا اقول لك ال40 حديث. قال له قول. انتم متخيلين الحديث بينقسم الى قسمين، قسم بنقول عليه اسمه السند، وقسم بنقول عليه المتن. السند عن حد الصحابي لحد النبي. المتن اللي هو كلام النبي نفسه، كلام الحديث نفسه. فعشان يحفظ 40 حديث بسندهم عنعنتهم، يعني بمتونهم، وما يلخبطش عنعنة ده مع راوي ده مع راوي ده مع راوي، ايه ده؟ فشاف النبوة. ثاني يوم مالك اتأخر عن الدرس، فالطلبة قالوا للشافعي بقى، شافوه بقى شيخ، قوم يا شافعي، قوم يا ابني قول لنا حاجة لحد ما الشيخ يجي. فقام الشافعي يشرح في مسجد رسول الله، وهو بيشرح دخل مالك الأستاذ، شاف تلميذه بيشرح، فاختبأ خلف سارية من سواري المسجد النبوي، استخبى ورا العمود عشان يسمع تلميذه. فسمع علم ربنا فتح بيه على الشافعي، علم من عند ربنا. فقام كاتب على عمود المسجد ايه؟ من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس، اللي هو الشافعي ده، محمد بن إدريس. قام الشافعي جاي كاتب تحت السطرين دول: كيف لا يكون ذلك وهو تلميذ الإمام مالك. يا الله، تلميذ مالك يعني. علم وتواضع وجمال. الشافعي ده بقى في يوم، عشان اقول لكم العلم اللدني بقى، مالك قال له تعالى يا محمد. قال له نعم يا سيدي. قال له ما هو الفرض وفرض الفرض وما يتم به الفرض، وصلاة لا فرض، وصلاة تركها فرض، وصلاة في السماء والأرض، وصلاة بين السماء والأرض، وصلاة بالطول والعرض. ايه ده؟ ده ما هوش اي كتاب ده يعني. شفت ازاي؟ تاني محمد قال له نعم. قال له ما هو الفرض وفرض الفرض وما يتم به الفرض، وصلاة لا فرض، وصلاة تركها فرض، وصلاة في السماء والأرض، وصلاة بين السماء والأرض، وصلاة بالطول والعرض. قال يا سيدي الفرض، ما هو الفرض؟ الفرض هو الصلاة، وفرض الفرض الصلاة على رسول الله. مش هينفع نصلي إلا لما نقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما يتم به الفرض الوضوء، مش هينفع أصلي إلا إذا اتوضيت. وصلاة لا فرض، صلاة الصبر مش فرض بس بتتكتب، هي مش مفروضة عليك. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، بيصلوا 7 سنين و8 سنين و9 سنين و10 سنين، وهو مش فرض عليه الصلاة، بتتكتب له لكن مش فرض. وصلاة لا فرض، وصلاة تركها فرض. صلاة السكران، السكران يعني انا لو لاقي واحد داخل الجامعه متطوع كده اقول له لا استنى يا برنس، انت رايح فين؟ ليه؟ لانه لو صلى هيجي على نفسه، هيعمل مصيبه. قال لا تقربوا الصلاه.
ليه؟ لانه في ناس ما كانتش الخمره لسه اتحرمت، وقفوا يصلوا. الامام قال قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون، لو دخل نفسه في مصيبه. شوف ازاي؟ فقالوا لا 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 لا, لا تقربوا الصلاه ولا تنسوا، وصلاه تركها فرض، وصلاه في السماء والارض. قالوا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، فهو صلى في الارض ولما عرج به في السماء صلى الله عليه وسلم. وصلاه بين السماء والارض وهي صلاه نبي الله سليمان، كان يجلس على البساط وسخرنا، ربنا سخرنا له الريح فكانت تحمله بين السماء والارض بيصلي. وصلاه بالطول والعرض صلاه يونس في بطن الحوت، مش كان بيصلي ونادى في الظلمات وبيصلي، والحوت بقى طالع داخل نازل خارج. ازاي؟ ده اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه يا حضرات العلم اللدني. يختص برحمته من يشاء. قال ولقد آتينا داوود وسليمان علما من عند ربنا. شوف ازاي؟ كل الأنبياء وكل الأولياء عرفوا لله حقا في هذا المسألة. فتعال نشوف مثلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مشهد قرآني بديع في سورة الأنعام. في زمن سيدنا إبراهيم كان عنده ناس بتعبد الأصنام وناس بتعبد الكواكب، صح ولا لا؟ جاء عن طريق حاجة كده في الفلسفة اسمها الاستدلال. خدهم مجاراة الخصم واحدة واحدة كده، بياخدهم عشان يوصلهم إنه مفيش إله إلا ربنا. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، مجاراة الخصم. فلما أفل غاب، قال لا ازاي وفي إله بيغيب؟ لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب القمر. نسمع قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لازم ربي يهديني الأول. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت كده بقى وصلهم للنهاية بقى، قال لهم لا اسمي يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر خلق السماوات والأرض حنيفا يعني مائلا عن الشرك، وما أنا من المشركين. تمام كده يا حضرات؟ إيه رأيكم في السيناريو الجميل ده؟ إبداع صح؟ عقل ذكي قوي سيدنا إبراهيم.